سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. نقدم لكم نشرتنا جديدة من نشرتنا الإخبارية، وبنبدأها بالعناوين. أولا كشاف جديد، والله ونورت يا بلد. ثانيا كبلاد الحرارة على كف عفريت. ثالثا الهواء وصلت للبلد يا خالد. رابعا كل سنة والعيلة طيبة. خامسا المفاجأة الكبرى، وإليكم التفاصيل. الحمد لله، وبعيدا عن النهضة، قامت الوحدة المحلية بتركيب كشاف جديد جنب الطلمبة الجديدة، وقد نور الشارع بأكمله. ولكن الظاهر ان النهضة وصلته بقاله 3 أيام ما بيقفش. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا فخر. نطلع فاصل إعلان. من أكثر من 60 سنة والسويد بيمد كل مصر بجميع أدوات الكهرباء، ودلوقتي بيقدم لكم مع الخبر الثاني، ناكل لحمة ضاني ونحلل الثاني. أما عن الخبر الثاني وهو كابلات الحرارة اللي محدش عارف بترجع امتى وتتسرق امتى. والحمد لله الكابلات رجعت تاني. يا ترى هنتهنى بوه ولا كالعادة هيتسرق تاني؟ إلهي تقطع ايدك زي ما انت قاطع الكابل، قادر يا كريم. والله الموفق والمستعان. وبعد الخبر دوت نطلع فاصل ونرجع تاني. مسابقة حل اللغز، جاوب على السؤال واكسب $1000. في كابل انترنت واصل لمصر، موجود في البحر وعلى عمق كبير جدا جدا. فجأة الكابل ده عرفنا انه اتقطع والنت فصل والداتا غرقت البحر وعملت بقعة كبيرة. يا ترى مين اللي قطع الكابل؟ هو 1 من 3. 1 ماس كهربائي، 2 عقب سجارة، 3 مختل عقليا. لو عرفت مين اللي قطع الكابل اتصل الآن وهتكسب معانا $1000. وكل ما تتصل أكتر تغرق أكتر. أما عن الخبر الثالث وهو دخول النت الهوائي في البلد، وذلك بعد سرقة الكابلات الحرارة من الحرام المختلف اللي مفيش زيه. ايه ده؟ انا لو اعرفه كنت رحت خدت صورة معاه، وبرضه الهي ما يوعى يتهنى بيه. اما عن الخبر الرابع حبينا نقول هابي بيرث داي للعيلة كلها، عيد ميلادهم في شهر 4 وعقبال مليون سنة. أما عن الخبر الخامس تهنئة خاصة من الفريق الرباعي اللي خلهم وعمل مخرج فرق يوم 11 و 12/4/2013 ميلادية، والدعوة عامة وعقبال البكار. أما عن أخبار الرياضة ما عادش فيه رياضة بس، دلوقتي الناس اتجهت للبلاي ستيشن والوي. اما عن الطبخ سائع ملهلب نهارا
ومتلج ليلا. صيف وعمل نفسه شتاء، بقينا نشوف فصول السنة الأربعة في يوم واحد. بركاتك أياتها النهضة، وبنناشد الصيف إنه يجي بقى ويريح أهالينا عشان نعرف هنلبس إيه. وبأخبار الطقس تنتهي النشرة، وإلى اللقاء في نشرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.